حققت الفصائل الفلسطينية إنجاز غير مسبوق عبر معركة طوفان الأقصى باقتحام العشرات من المستوطنات الإسرائيلية على طول غلاف غزة. وتكبد جيش الذباب المحتل الإسرائيلي خسارة كبيرة ليطلب النجدة في الأخير من سيده العدو الأكبر للعرب أمريكا. وفي بيان صحفي قررت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية وبشرية للمحتل الإسرائيلي الذي لم يجد جنوده سوى البكاء على أشلاء قتلاهم. أمريكا تطلب من الأردن فتح مجالها الجوي لطائراتها العسكرية والأخيرة لا تمانع. في خبر محزن جدا على الفلسطينيين، فتحت الأردن مجالها الجوي للطائرات العسكرية الأمريكية المحملة بالسلاح والذخيرة والمتجهة لدعم جيش المحتل الإسرائيلي. وتعتبر هذه الواقعة بالسماح بعبور سلاح وذخيرة تستعمل لقتل وقصف المسلمين عبر دولة عربية مسلمة انتهاك صارخ للقضية الفلسطينية، وعلى الشعب الأردني المسلم التحرك لوقف هذه المهزلة. والأردن كانت من أول الدول العربية التي أعلنت تطبيعها مع الكيان الصهيوني الغاشم. أمريكا تساعد الجيش الإسرائيلي والعرب نائمون. علقت إيران على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية بالسلاح والذخيرة لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقله عبر طائرات عسكرية عبر الأجواء الأردنية، وقالت أنه بتدخل أمريكا ستخرج الأمور على السيطرة وستكون هناك ردة فعل قوية من الدول العربية. ويذكر أن لبنان وعبر حزب الله دخلت خط الحرب مع الكيان الصهيوني بقصف عدة مواقع إسرائيلية، وقتل عشرات من جنود الاحتلال الصهيوني في عدة ثكنات عسكرية في الحدود مع لبنان.